أنا عايشة مع أسرة فقيرة، فقيرة جدًا، يعني عارفين يعني الأسر اللي بتسمعوا عنهم اللي هم عندهم بال7 وال8 عيال اللي بتسمعوا عنهم في الأفلام، أهو إحنا بالضبط كنا كده، إحنا أسرة كبيرة، أنا عندي حوالي كده 7 أخوات غيري، يعني إحنا كده 8 يعتبر عايشين فوق بعض في أوضة واحدة، مع إن يعني أبويا راجل يعني صحته تعتبر على قده، وراجل مريض كمان، لكن ما أعرفش خلفنا إزاي وجاب الصحة دي كلها منين. وغير كده كمان ظروفه زي الزفت، ظروفه ما كانتش أحسن حاجة، لإننا يا دوب بناكل وبنشرب، ويا دوبك الأكل حتى والشرب بيكفينا بالعافية، لحد ما أختي الكبيرة وصلت لسن الجواز وجه عدلها علشان تتجوز. وبرضه اتكرر نفس السيناريو بيتعاد قدامي من أول وجديد، اتجوزت برضه واحد على قده وعايشين حياتهم بالضبط زينا، الفرق بس ما بيننا وما بينهم إن هما لسه مخلفين عيل صغير، لكن هي دايما بتيجي وتشتكي لأمي إن جوزها دايما ظروفه وحشة جدا، وعايشين هما الاتنين في ظروف مش كويسة وظروفهم مش أحسن حاجة. أنا بقى من الظروف اللي حواليا دي نويت إن أنا ما أعملش زيها ولا أعمل زي أمي ولا أكرر نفس المأساة اللي هم عايشينها، ومش عايزة أعيش نفس عيشتهم، لحد ما كان بيجيلي عريس وأنا رفضته وجالي التاني والتالت، وكان كل اللي بيجي كان بيجيلي نفس السيناريو، وكنت متأكدة إن نفس السيناريو هيتعاد من أول وجديد. كانت أمي دايما تخاف عليا وتقول لي أنا نفسي أفرح بيكي، فأنا كنت بقول لها هو أنت عايزاني أبقى زيكم ولا زي أختي؟ سيبيني وبعدين أنا حلوة، وبصراحة بقى مش أي حد يطولني ولا أي حد هقبل بيه. فكانت بتقولي بس يعني الشخص اللي معاه فلوس الحلو ده هيجيلك على ايه؟ ما انت شايفة يعني ظروفنا وكده. قلت لها بس أنا حلوة، واللي ياوي بقى ينقط بفلوسه. وفعلا ده كان قراري، لحد ما في يوم من الأيام كده كنت بحضر فرح واحدة صاحبتي، والفرح ده كان فيه كده ناس من الناس اللي هم المتريشين اللي معاهم فلوس. ظبطت نفسي واتهيأت على سنجة 10، رحت استلفت كده فستان غالي كده وحلو من واحدة صاحبتي، ورحت للكوافير وظبطت نفسي، ويعني اللي يشوفني اللي يقول خلاص ده أنا لازم أتجوزها. كنت راسمة كده بس ما كنتش طبعا راسمة على أي واحد وخلاص، لا أنا كنت عايزة راجل بس يعني ما كانش عندي مشكلة إن هو يكون مطلق أو ما بيخلفش، يعني أي حاجة، بس المهم إن أنا أقدر أعيش العيشة اللي أنا راسماها في دماغي. وفعلا رحت وحطيت عيني على واحد تقيل تقيل قوي، معرفش ظروفه بس باين عليه ان هو تقيل فلوس كده وعز وكمان عنده عربية. والراجل بصراحة ما خبيش عليكم اول ما شافني ما نزلش عينه من عليا، وفعلا زي ما انا رسمت جالي على طول تاني يوم وبعت ناس لأهلي علشان يعرفوا ظروفنا وكده، وان انا يعني مخطوبة ولا مش مخطوبة. وفعلا جه وتقدم لابويا وقال لابويا انا مش عايز منكم اي حاجة، انا بس هاخدها بشنطة هدومها وهاخدها بالهدمة كمان اللي عليها. فرحت جدا، وقال ان هو كمان هيعيشني في فيلا. وطبعا معروف عندنا في الأرياف بقى إن الناس اللي بتبقى عايشة في فيلا دي بتبقى عاملة ازاي. طبعا فرحت جدا بس لقيته بيقول إن هو مش هيكتب لي حاجة ومش هيكتب لي قايمة ولا كلام من ده. قلت مش مشكلة. ساعتها بقى أمي عرضتني وقالت لي ازاي؟ طب انت تضمني حقك منين؟ طب قلت لها يا ماما مش مشكلة، هو احنا يعني جبنا حاجة؟ خلاص المهم إن هو هيعيشني العيشة اللي أنا عايزاها ويأكلني الأكل اللي أنا محرومة منه. وقلت لهم دي حياتي وأنا حرة فيها. واتجوزت وكان راجل كبير فعلا، واللي عمله معايا ليلة الدخلة معرفش هو اللي عمله ده حقيقي ولا لأ، أو اللي بيتسمع عليه، ولا على قده. هو كان على قده، على قده قوي، لأني حسيت إن أنا مش مرتاحة في حاجة، في حاجة جوايا كده لسه عايزة حاجة معينة. أنا يعني ماليش تجارب في الموضوع ده بس إحساسي بيقول كده، إحساسي كان بيقول إن هو على قده، يعني زي ما بتقولوا كده كان بيعمل اللي بيعمله وخلاص. وهو عارف يعني، أنا عرفت يعني إن هو بيعمل كده وخلاص، لكن أنا بصراحة كنت بابقى تعبانة أوي. لقيت نفسي معايا فلوس ومعايا حاجات كتيرة جدًا ومعايا مبلغ في البنك، لكن مش مرتاحة في حياتي. وكمان الأكتر من كده إن هو طلع ما بيخلفش، وأنا قلت عادي مش مشكلة ما ده أصلًا كان طلبي. بس لقيت نفسي طبعًا نفسي أعيش زي بقية الناس، نفسي أعيش عيشة زي الناس. خلاص ما أنا كلت اللي كلته وجبت اللي جبته وبقى عندي فلوس في البنك، ولقيت نفسي بصراحة مش قادرة أستمر في اللي أنا فيه. في حاجة جوايا عايزاها ومش قادرة أوصل لها ولا عارفة أطولها.
طلبت منه الطلاق لكنه غلبني، فقلت له وهددته وقلت له إن أنا هافضحه في البلد، وأنتم بقى عارفين إن البلد دي بتبقى السمعة فيها عاملة إزاي، السمعة فيها بتنتشر بسرعة البرق. هافضحه بقى إن هو ما بيخلفش وإن هو مش قادر وحاجات كتيرة زي دي. بصراحة ما اخبيش عليكم أنا كنت جريئة شويتين، فهو خاف مني وفعلا طلقني. وقلت لأمي محدش ليه دعوة، أنا مطلقة مطلقة ومحدش يكلمني وأنا عارفة أنا هركز على إيه. فلقيتها بتقولي طب وانتي مين يعني اللي هيرضى يجيلك وانتي مطلقة وكده. قلت لها يا ماما سيبيني في حالي أنا حر. المهم كان عندنا في البلد واحد عنده شقة كده، الشخص ده كان اسمه محسن. محسن ده كان يعني زي ما تقولوا كده غلبان، شاب لسه على قده يعني. هو عنده شقة بس لكن هو كان شاب طول بعرض، وكان يعني الشقة اللي هو واخدها دي كان وارثها عن أبوه. فرحت له واعترفت له ان انا بحبه وان انا عايزه اتجوزه. لقيته استغرب قوي، وانا بقى قلت لكم ان انا يعني من نوع جريء شويتين. انا بقى دنيتني اقول له كلام كده من اللي بياخدوا العقل، وانتم ما تعرفوش يعني ان انا عايزه اتجوزه يعني. قلت له ان انا عايزك تتجوزني بقى. قال لي معقوله يعني معقوله انت بالجمال ده كله جايه لي انا؟ ده انا يعني ما حلتيش حاجه وما حلتيش الا شقه كده وانت عارفه الظروف وكده. قلت له مش مشكله، انا عارفه كل حاجه وعارفه كل ظروفك لكن انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. وفعلا جالي وتقدم لابويا وامي. وابويا وامي كانوا مستغربين جدا ان انا هتجوز يعني واحد زي ده، واحد يعني لسه مش كبير ولسه صغير وما عندوش الا شقه. قلت لهم يعني مالكمش دعوه، المهم يعني يبقى عنده شقه وخلاص. واتجوزته وفعلا اختياري كان صح. ما اقولكوش بقى على اللي كان عنده، كان عامل ايه، كان عامل 100 حصان في بعض. انا بصراحه ما شفتش جواز كاني ما جربتش الجواز ده. كان جامد جموديه، انا عمري ما شفت كده. لا والحاجه اللي عنده، لا انا يعتبر ما كنتش متجوزه. اللي كنت متجوزاه ده كان زي اختي بالظبط. ده بقى وراني اللي عمري ما كنت احلم بيه. يعني انا مش قادره افسر يعني اللي انا شفته. كان شوقان واحساس، حسيت ان انا فعلا سبحان الله. يعني بس عنده حاجات يعني مش عندي حاجات كتير. المهم ده مش اللي كان في بالي ولا الترتيب اللي كان في بالي برضو. اللي كان في بالي ان انا امسك فلوس وبس، واللي كان في بالي برضو ان انا اوقع الناس الكبار. يعني انا خدت كل حاجة كده واتمتعت وكده، بس برضو كان في دماغي ان انا امسك الفلوس واوقع الناس الكبير. وزي ما تقولوا كده انا كنت بهتم بنفسي زي ما تتخيلوا، يعني بلبس عبايات ضيقة حاجات كده حلوة كده وبغمز لده وبضحك لده. فالمهم كده كان في واحد كبير في السن، بس مش اي واحد يعني اللي انا برسم له بخطط له. انا ببقى عارفة ان هو يعني ده يعني عنده ايه وحيلته ايه يعني واحفاده عندهم ايه. مش مشكلتي يعني، بس في الاخر يعني بدأت ان انا ارسم على واحد، الراجل ده كان مرتاح قوي. مرة في التانية وانا ماشية ضحكة خفيفة كده اسأله على حاجة لحد ما الكلام خد بعضه وراح في سكة تانية خالص. وبقينا نتكلم كل يوم في التليفونات لغاية ما هو طلب مني يعني ان هو عايزني، عايز طبعا انتوا فاهمين يعني اكيد عايز ايه. قلت له ماشي، طب انت عندك مكان؟ قال لي خلاص تعالي انا عندي شقة، يعني محدش عارف عن الشقة دي حاجة. قلت له خلاص من عينيا وكده وانت مفيش منك. ده انا ما صدقت ان انا لقيتك يعني وكده. عارفين انتوا الكلمتين بقى اللي هما بيوقعوا الرجاله الكبار دول على وشهم. انا قلتهم. رحت فعلا في الميعاد اللي هو قال عليه في المكان، وكنت مظبطه نفسي ومظبطه التليفون. كنت بقى مظبطه التليفون على وضع تصوير الراجل ده. واول ما قعد معايا عكنا طبعا انا داخله وعارفه هو عايز ايه بقى. فيمسك يمين شمال فوق تحت يعني. بس في الآخر بقى لحد يعني ما كان بيقف عند نقطة معينة، وكنت بروح مصورة كل حاجة، كل حاجة كانت بتحصل كنت بصورها. وفين وفين بقى لحد ما لقيت نفسي بعرف أظبط على اللي احنا فيه ده. يعني هو طبعا مش كان دريان بحاجة، هو كان بس غرقان في اللي فيا يعني. ما أنا ما قلتلكوش الإمكانيات اللي عندي، اللي يخش فيها يغرق في كل حاجة. كل حاجة كانت مباحة إلا الحتة الأخرانية. دي ما كانش بتحصل اي حاجة، يعني اصور اللي انا عايزاه لحد كده حد معين. واعمل نفسي بقى يعني ان في اي حاجة بتحصل، ان حد بيرن عليا في التليفون، اي حاجة بتحصل ان جوزي عايزني مش عارفة ايه واروح. المهم بيجي على اخر لحظة بيكون هيتجنن. ومن هنا بقى بعد شوية اروح بعتاله ومهدداه بالفيديو ده. وانا قلت لكم بقى بلادنا صغيرة وكل واحد بيكون خايف على سمعته. فبقول له ابعت المبلغ الفلاني ومش عارفة ايه، وانا مش هوري الفيديو ده لحد. المهم بيروح باعت لي الفلوس اللي انا عايزاها كلها واللي انا بطلبها ايا كان، علشان هو يستريح من الفضيحة ويبعد عنه. وكان بيخاف طبعا، يعني ناس كبيرة زي دي بتخاف على سمعتها. وبقيت ماشية على الموال ده مع رجالة كتير قوي، لحد ما وقعت في راجل برضه وعرفت ان هو يعني مرتاح. فغمزة مع لمزة ورقم تليفون.
وقلت له ان انا قال لي بقى ان هو عايز يجي لي البيت. قلت له لا ما ينفعش ان انت تيجي البيت عندي. قال لي خلاص انا عندي اوضه يعني في الارض بتاعتي وكده، لكن انا بيتي ما ينفعش تجيلي فيه، خلينا في الارض الزراعيه. قلت له خلاص ماشي مش مشكله. وقلت هو بقى يعني نويت بقى ان الراجل ده هو ده اللي هجيبه واخد منه كتير، لان الراجل ده مرتاح يعني قوي وعنده فلوس كتير. وكمان قلت في سيري بقى هي دي هتكون اخر التجربه وخلاص، لاني كنت خلاص مسكت فلوس كتير. قلت خلاص احتمال دي يكون اخر عملية وكفاية لحد كده. المهم ان انا في الوقت ده بقى نسيت ان انا متجوزة، ونسيت كل حاجة خالص، ونسيت الحرام من الحلال، نسيت كل حاجة ورحت في الارض ديت اللي الراجل كان مستنيني فيها. المهم ان الراجل ده كان طول بعرض كده، كان واقف زي البقف كده، يعني طول بعرض حاجة كده مش قادرة اقول لكم. اول ما قعدت معاه الراجل ده ما ادانيش فرصة خالص، يعني ما ادانيش فرصة حتى اهرش. الراجل كان شديد قوي، انا مش هقول لكم كان شديد ازاي، يعني كأنه كده 10 رجالة في بعض. ما ادانيش فرصة اعمل اي حاجة، ولا حتى اطلع التليفون، ولا حتى ابص فيه. يعني مسكني بطريقة كده زي ما بتخيلوا كده لما تكون الواحدة تحت رحمة واحد، فهو كان كده بالظبط. انا كنت يعني ما ادانيش فرصة ان انا حتى اسجل له اي حاجة. المهم ان هو كمل معايا لغاية الاخر يا نهار، يعني كمل معايا مش قادرة اقول لكم يعني ممكن مرتين. فكنت مستغربة انت يطلع منك كل ده؟ ده انا عمري ما حد لمسني من بعد ما اتطلقت ولا اتجوزت. يعني كل اللي كان بيحصل كان تحدي لغاية المنطقة دي وخلاص، لا ده كمل وكمان كان مكمل بطريقة جنونية. انا عمري ما شفت واحد كده. وقمت بقى وانا زي ما تقولوا كده متكسحة زي المتكسحين بالظبط. كنت كده جايبة اخري وما كنتش عارفة حتى امشي خطوتين على بعض، وكنت ماشية عمالة أضرب في نفسي وأضرب في دماغي وأقول إيه ده، في إيه؟ إيه اللي حصل بقى؟ أنا اللي بوقعه ويروح هو اللي موقعني. وقلت لا أنا كده مش هقدر على الراجل ده، أنا لازم أسيبني منه. وفعلا قلت ايه مش مشكلة، مش انا معايا يعني مبلغ محترم، المبلغ اللي انا شايلاه مبلغ محترم وكده من اللي انا قابلتهم قبل كده. المهم بقى ان انا طنشته وكده، ولقيته بعدها بيومين كده لقيته بيتصل بيا وبيقول لي انا عايزك. قلت له لا مش هينفع، يعني جوزي عاد موجود يعني وكده وانا مش هقدر اخرج. فلقيته بيقول لي بقول لك ايه، انا عايزك وعايزك تفتحي الواتس دلوقتي بسرعة. قلت له ليه؟ قال لي بعت لك بس حاجة هتعجبك قوي. وفعلا رحت فاتحة الواتس زي ما هو قايل بالظبط. لقيته باعت لي مقطع فيديو من اللي كان من يعني لما كنت يعني تحت رحمته وكده. بعت لي فيديو باللي كان بيحصل ما بيني وبينه. يعني يعتبر قلت في سري يا نهار اسود، يعني اللي انا عملته في الرجالة كلها بقيت تحت رحمة الراجل ده وهو اللي عمله فيا. فطبعا انا رحت له وانا مخضوضة، رحت له لان فضيحة الست بتبقى اكتر من فضيحة الراجل. بقول له انت ليه يعني ابتزتني وعملت كل ده؟ قال لي بقول لك ايه، انا عارفك وعارف سمعتك، والناس كلها اللي انت يعني ضحكتي عليهم واستفزتيهم حكولي عليكي وحكولي حاجات كتيرة عنك، وعلى فكرة انا اكتريتهم صحابي، فانت جيتي تصديني انا صدتك، فانت دلوقتي تحت رحمتي. المشكلة ان انا فعلا بقيت تحت رحمة الشخص ده، انا مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي. يعني هو كل ما بيتصل بيا ويطلبني بكون مستسلمة وبروح له، لاني خايفة من الفضيحة وخايفة ان هو يطلع عليا سمعة في البلد مش كويسة. انا مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي. انا وقعت في حاجة غلط وعارفة ان انا كل اللي عملته من البداية غلط، بس انا دلوقتي خايفة على نفسي وخايفة على سمعتي وسمعة اهلي. انا مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي واخلع من الراجل اللي هيجيب لي مصايب الدنيا والاخرة ده ازاي. وفعلا هو الراجل ده لو راح قال لجوزي انا جوزي ده ممكن يقتلني فيها او ممكن يخلص عليا. انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي. انا فتحت لكم قلبي وحكيت لكم مشكلتي وقصتي علشان تقولوا لي اعمل ايه. انا عارفة ان احنا كلنا بشر وبنغلط، وان النفس البشرية ضعيفة، وان الشيطان ممكن يوزني. بس انا دلوقتي عايزة حل، انا ندمانة على كل الغلط اللي انا عملته، ويمكن ده جزاتي من الفلوس اللي انا اخدتها من الناس. بس انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي.